السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايه لكم النهارده بحاجة حلوة قوي قوي، هتغنيكي عن الستريس وعن الباور وعن الجلانس. حاجات كتير قوي قوي من المواد الكيماوية اللي كنا بنستخدمها في تنظيف البيت هنستغنى عنها ونقول لها مع السلامة، ونبدأ النهارده صفحة جديدة في حاجات حلوة جدا مش هتتعبنا ولا تتعب جهازنا التنفسي ولا أي حاجة. الناس اللي بتتحسس من الحاجات دي وبتبقى عندها صعبة جدا، النهارده جايه لكم بمجموعه من الفوط من شركه ايكو واي، حلوه جدا جدا. قد ايه جميله وقد ايه حلوه، وهنجربها مع بعض، وكل فوطه لها اختصاص معين هنقول لكم عليه بالظبط. يلا بينا، تعالوا يلا بينا نشوف ايه هي انواع فوط ايكو واي. ودي طبعا مش كل الانواع، ده يعتبر جزء بسيط جدا منها، لكن هي انواعها كتير جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الفوط دي معموله من ماده يعني ماده اسمها نترات الفضه. النترات الفضه دي لها خاصيه ان هي بتمتص الاتربه بدون اي مواد كيماويه انت هتحطيها عليها ابدا. يعني مجرد شويه ميه دافيه وبس هتشلك اصعب الدهون، وده طبعا معاكم بالتجربه عملي هنعمله مع بعض دلوقتي. كل حاجه هتبقى على عينك يا تاجر. يلا بينا نشوف ايه هي انواع الفوط اللي جات لي النهارده. انا استخدمت هنا او جبت 3 فوط، 3 انواع من الفوط اهو. هنشوف دلوقتي كل فوطه ايه واستخداماتها ايه. انا معايا هنا فوطه ومعايا كمان صابونه. دي الصابونه بقى، دي هي السحر او الماده الوحيده اللي تقدري تغسلي بيها الفوط دي. يعني ما ينفعش تحطي الفوط دي في قلب الغساله، ولا ينفع تحطيها مع الغسيل العادي، ولا تغسليها باي مسحوق فيه كيماويات زي اللي احنا بنستخدمه بيه تنظيف الملابس بتاعتنا. لا، هي لها صابونه مخصوص لتنظيفها، ما ينفعش تستخدمي غيرها. ولو مش متاح ان انت تجيبي الصابونه دي، في لها بدايل كتير في الصيدليات ممكن نستخدمها. ده بالنسبه للصابونه. بالنسبه بقى للفوط نفسها عباره عن ايه؟ اول حاجه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، معانا الفوطه دي بتاعه الازاز اهي. شايفين عامله ازاي؟ دي بقى يعني حاجه كده جميله قوي. عباره عن وش، طبعا وشها زي ظهرها، يعني ما فيهاش وش ووش، لا، لكن هي خفيفه وحلوه. وهنشوف مع بعض هتلمع معانا الازاز ازاي. دي اول نوع. النوع التاني وهي الفوطة بتاعة الموبيليا او بتاعة الخشب، هنلمع بيها الخشب، وبرضو هنشوف هنلمع بيها ازاي. عبارة عن وش خشن ووش ناعم. ودي الفوطة التانية اهي. تمام. نيجي بقى للفوطة التالتة وهي البطل بتاع الفوط دي كلها، وهي فوطة الدهون. فوطة الدهون معروفة بالفوطة الموف. الفوطة دي ساحرة. اللي هي الفوطة دي قد ايه؟ على قد ما هي صغيرة كده لكن جبارة. فيها وش خشن وبرضو فيها وش ناعم، وهنشوف استخداماتهم ايه بالظبط. كنت عايزة اقول لكم كمان ان رقم مدام نهلة اللي جبت منها الفوط موجود معاكم دلوقتي على الشاشة، اللي حابب يتواصل معاها ويجيب منها الفوط. كمان هحط لكم لينك الصفحة في اول تعليق مثبت. عايزه اقول لكم بقى ان اول خطوه هنعملها في استخدام الفوط، او اول استخدام ليكي في الفوط دي، لازم تعملي الخطوه اللي انا عملتها دي. تجيبي بوله وتحطي فيها ميه سخنه بتغلي، وتحطي فيها الفوط دي لمده دقيقتين مش اكتر من كده. وتبداي كده باي ماسك عندك بتاع مطبخ، تبداي كده تغرزيهم في الميه السخنه اللي بتغلي دي لمده زي ما قلت لكم دقيقتين مش اكتر. بعد كده هنروح جايين شايلينهم بعد مرور الدقيقتين ونحطهم في بوله تانية، ونبدأ نسيبهم يصفوا المية بتاعتهم خالص وننشرهم. وانتي بتنشريهم حاولي ان انتي تكوني بعيدة عن الشمس تماما، لان انتي لما تنشريهم في الشمس يبقى انتي كده هتبوظيهم، وهتخلي يعني المفعول بتاعهم يروح. تمام. فيكون بعيد عن الشمس خالص. يلا بينا بقى نشوف الفوط بتاعتنا دي هتعمل معانا ايه. اول حاجة انا استخدمتها وهي اصعب حاجة في المطبخ كله، وهو الشفاط. انا كان عندي الشفاط مليان دهون، بس انتوا تحسوا ان انتوا ما تشوفوهاش كده، لكن لما تقربي منها هتشوفيها مليان نقط صفرة كده معايا. وبدأت انضف بالمية السخنة جنبي بولة مية سخنة، والفوطة الموف اللي هي بتاعة الدهون. دي اول فوطة هنستخدمها مع بعض. نضفت بيها الشفاط. ولو الدهون حاسه انها مستعصيه معاكي شويه، فممكن ترغي شويه من الصابونه اللي جايه مع الفوط دي، وتبداي تدعكي بيها، هتطلع معاكي على طول من غير بقى لا سترس ولا باور ولا اي حاجه من الحاجات الصعبه اللي احنا بنرشها دي. بيطلع ويبقى زي الفل اهو زي ما انتم شايفين، والعينه باين. مجرد رغيت بس بالصابونه كده ومشى معايا على طول.
تاني حاجة كمان من الحاجات اللي بتبقى مليانة دهون وهو الألموتال اللي موجود في المطبخ. وزي ما انتوا شايفين انا المقبض بتاع المطبقية بتاعتي كان مليان كله دهون. بدأت كده ان انا امشي عليه بالفوطة الساحرة دي اللي هي الموف، فوطة الدهون. وبدأت برضو مسكت جزء بس من المطبقية عشان اوريكم الفرق بينه وبين الجزء التاني، وعملته طبعا ما شاء الله الدهون راحت تماما. كمان من ضمن فوائد الفوطة الموف دي ان هي بتلمع الاستانلس، فانت ممكن تلمعي بيها الحنفيات زي ما انتوا شايفين كده، خلت الحنفية معايا بتبرق. وممكن كمان تلمعي بيها البوتاجاز بتاعك لو استانلس، فدي برضو وظيفة تانية للفوطة الساحرة دي. طبعا مش انتهت بس على كده وظائفها، لا ده ممكن كمان تشلك اي بقعة على المفروشات زي ما عملنا كده مع بعض. دلوقتي شايفين انا كان عندي بقعة كده على المرتبة اللي هي السوست، ورحت جاية حاطة حطيتها في مية سخنة بس مش اكتر الطرف بتاعها، وبدأت ادعك بيها وطلعت كل البقع. حاجة تانية كمان وهي الكوتشي الابيض عقدة كل الناس، بجد بتخليه زي الفل. وزي ما انتوا شايفين برضو انا حطيت برضو في مية دافية كده وبدأت ألمع بطرف الفوطة خليته بيبرق. حاجة كمان صعبة جدا في دهونها وهي حوامل البوتاجاز، وخاصة الحوامل الظهر، قد ايه بتبقى متراكم عليها دهون كتير جدا. لما بتمشي عليها بس بالفوطة دي بتروح على طول. يلا بينا بقى نروح على الفوطة التانية اللي هي فوطة الإزاز أو الزجاج. وبدأت أنضف بيها أول حاجة معايا هنا الشاشة، نضفتها وخليتها زي الفل. كمان نضفت معايا الزجاج، كان عندي زجاج كده بتاع الترابيزة وبرضو ما كانش نضيف ونضفته. وعندي كمان اللابتوب، وده نوع من أنواع برضو الشاشات بتنضفها وبتخليها زي الفل. ده كده فوطة الزجاج. بالنسبة بقى للفوطة التالتة والأخيرة وهي فوطة التراب أو الأتربة أو الخشاب، بدأت استخدمتها الأول في المفروشات وهي لها استخدامين. الأول بتتنضفي بها المفروشات، زي مثلا عندك الكنبة الركنة كده بتنضفي بأنتريه، أي حاجة عندك بتنضفه وتشيل من عليه التراب خالص. وكمان معايا الخشب أو أي نوع من الأخشاب بتديله لمعة كده حلوة وبتطلع التراب اللي فيه. وكمان عايزة اقولكم ان التراب مش بينزل على الارض، لا ده التراب بيفضل متعلق فيها لان هي اصلا الخاصية بتاعتها بتبقى كده. تمام، شايفين الفرق بين هنا وهنا. كمان عملت بيها الجزامة، وزي ما انتم شايفين الجزامة عندي كانت مليانة تراب، لكن ما شاء الله هي نظفتها. ومش بس بتنظف، لا دي بتلمع، يعني بتديني انطباع البليدج بالظبط. كمان بتروح على الاماكن اللي بتبقى فيها حفر كتير قوي وبتضايق في التنظيف وبتبقى تلم تراب كتير، لا بتنظفها في ثواني وما بتاخدش معاكي وقت خالص في التنظيف. كده احنا عايزه اقول لكم ان الفوط دي ممكن تقعد معاكي سنتين بنفس المفعول بتاعها، مش هيحصل لها اي حاجه طالما حافظتي عليها واتبعتي التعليمات اللي مكتوبه عليها. بجد هتنفعك جدا جدا، ولو حسبتيها هتلاقيها ان هي ارخص من منظفات كتير جدا لو استخدمتيها في خلال السنتين دول، فهي فعلا تستحق التجربه.